بيبدأ المسلسل سنة 1994 في سيول، كوريا الجنوبية. بنقابل بارك جون مو، ضابط شرطة بسيط شغال في الأرياف، ومراته يو إي جونج اللي هي كمان ضابطة بس هي أعلى منه في الرتبة. بيروحوا زيارة لعيلتها عشان يحتفلوا بالترقية بتاعتها وإنها بقت مساعدة محقق. في وسط اللمة العائلية أخوها الكبير بيبدأ إنه يتريق على جون مو عشان رتبته البسيطة وإنه شغال في منطقة ريفية. وكمان باباها بيسألوا عن أبوه، بس بنفهم من طريقته إن كان يقصد إنه يحرجه عشان باباه كان مدمن مخدرات. فإي جونج بتحس إن جوزها بيتهاجم من كل ناحية، فبتقف تدافع عنه، وفي الآخر بيقرروا يباتوا عند أهلها. فهي بتقوله إنها كانت بتفضل إنهم يروحوا يزوروا مامتها اللي مريضة وفي دار مسنين بدل اليوم اللي اتقضى مع أهلها ده. بس هو بيحاول يهون عليها وبيقول لها إن اليوم كان لطيف. وهو بيتكلم معاها بيشوف سلسلة قديمة بتاعتها أول مرة يشوفها، بتقوله إنها كانت بتلبسها أيام المدرسة وإن السلسلة دي غالية على قلبها. بعد كده بنروح لأغنى منطقة في سيول وبنتعرف على جونج ريتشول، منسق موسيقى مشهور. حفلاته مليانة شباب متهورين وبيتخانقوا كتير، بس هو بيوقفهم عند حدهم وبيقول لهم إن المكان ده للترفيه مش لإظهار القوة. بنقابل بعد كده كانج، زعيم عصابة، وبيعرض على ريتشول إنه ينضم ليه لأن شايف إن شخصيته قوية وهيبقى ليه مكانة في عالم الجريمة. فريتشول بيقول له إنه مش عايز يكون تابع، هو بس عايز يبقى غني ويبقى عنده نوادي ليلية كتير. فكانج بيوعده إن هيديله اللي عايزه بس لو جاب رجالته معاه، وفعلا ريتشول بيوافق. بس بعد سنة بنكتشف إن ريتشول ما خدش أي حاجة من الوعود دي وبقى مجرد تابع بيتبهدل هو وأصحابه من رجالة كانج. فبيتضايق ريتشول فبيقرر يواجه كانج وبيقول له إنه مش جاي يطلب حق، بس هو عنده فكرة تخليه يجيبوا فلوس أكتر، إنهم يوزعوا مخدرات. فكانج بيرفض وبيضربه وبيقول له أنت تابع لسونج، سونج ده زعيم العصابات الكبير ومش هيشتغل في المخدرات. فريتشول بيرجع لأصحابه وبيعتذر لهم عن اللي وصلوا ليه وبيقول لهم إنه قرر يكون عصابة حقيقية ويخلص على جانج. فبيروح يقابل حد وبيطلب منه رجالة كتير وبيديله ميعاد ومكان للضربة. بعد كده بيروح مع صاحبه تايهو يقابل سيو وعايز يخليه ينضم ليهم. تاني يوم كانج وعصابته بيروحوا فندق اسمه نيو جيو عشان يخلصوا صفقة عقارات غير قانونية، بس هم ظاهرين للناس إنهم في أجازة ليلية. لما العصابة بتتفرق كل واحد بيروح أوضته، بيبدأ ريتشول ورجالته ومعاهم سيو يهجموا على المكان، بس واحد من رجالة كانج بيدوس على إنذار الحريق عشان ينبه الباقيين. وفعلا كانج بيعرف بالخيانة وبتقوم معركة كبيرة بينهم. ريتشول وعصابته بيتفوقوا عليهم وكانج بيحاول يهرب، بس سيو وريتشول وتايهو بيمسكوه. فبيقرر كانج يستسلم وبيسلم ليهم كانج نام، يعني السيطرة على المدينة، لريتشول. فتايهو بيروح يربط كانج وبيلاحظ إنه لابس خاتم ذهب فبيحاول إنه ياخده منه، بس كانج بيقاوم. فتايهو بيضربه وبيوقعه، بس كانج بياخد مقص كان واقع على الأرض، ولما تايهو بيرجع له كانج بيطعنه في بطنه بالمقص. ريتشول بيحاول ينقذ صاحبه بس بيفشل وتايهو بيموت قدامه. فالغضب بيملك ريتشول وبياخد سكينة من جنب سيو وبيفضل يطعن في كانج لحد ما يخلص عليه. بعد اللي حصل بيروح ريتشول بنفسه لسونج، زعيم عصابات كوريا كلها، وبيقول له إن كانج اختفى فجأة وإنه جاي يتولى مكانه كزعيم لمنطقة كانج نام. بس سونج مش بيصدق الكلام ده وبيقول له إنه مش بالسذاجة دي اللي تخليه يصدق إن كانج اختفى كده لوحده، وبيبقى فاهم كويس إن ريتشول هو اللي قتله. وفعلا بيبقى مجهز رجالة بره الأوضة عشان يخلصوا عليه، بس ريتشول بيفاجئه وبيقول له إنه لو وافق على إنه يبقى زعيم كانج نام هيبعت له كل شهر 50 مليون وون. الرقم الكبير بيخلي سونج يعيد تفكيره وبيقول له إنه هيجرب، لكن لو خلف بوعده مش هيقدر يستحمل اللي هيحصل له. ريتشول بيكون مجهز كل حاجة وبيروح يقابل دكتورة صينية اسمها يون وبيقول لها إنه عنده عرض مستحيل ترفضه، وبنعرف إنه خلاها تصنع نوع جديد من المخدرات شديد واللي انتشر بسرعة كبيرة في آسيا ووصل لحد اليابان. بعد تحقيقات طويلة السلطات اليابانية بتكتشف إن مصدر المخدر ده من كوريا، عشان كده بيبعتوا محقق من قسم مكافحة المخدرات لكوريا عشان يتابع القضية. المدعي العام الأعلى تشو بيقرر يستلم القضية بنفسه، وهدفهم هو يوصلوا لمصدر المخدر ويكتشفوا مين المسؤول عن تصنيعه وتوزيعه. بيشكوا في عصابة ريتشول وبيقرروا يزرعوا جاسوس جوه العصابة عشان يوصلوا لدليل قاطع ضد ريتشول. وبيقع الاختيار على جون مون لأن نقيب اسمه سيوك
في قسم مكافحة المخدرات يعرفه من زمان وبيثق فيه. سيوك بيروح لجمو اللي بيكون غرقان في مشاكل بسيطة ومضحكة في الأرياف وبيقترح عليه المهمة، بس جمو بيرفض في البداية لأنه شايف إنها مخاطرة كبيرة وإن أي حد غيره ممكن يعملها. بعدها المدعي العام تشو بيروح له بنفسه وبيعرض عليه المهمة تاني، بس المرة دي مع إغراء أكبر. لو المهمة نجحت هياخد ترقية خاصة ومكافأة مالية كبيرة. فالعرض بيغري جمو خصوصا لأنه عايز يثبت نفسه ويخرج من نظر الناس ليه، خصوصا عيلة مراته اللي دايما بتقلل منه. وفعلا تاني يوم بيروح مع سيوك لتشو وبيقول له إنه موافق بس بشرط يترقى مرتين مش مرة. فتشو بيوافق. بيبدأوا يشرحوا له المهمة. عصابة غيتشول مش مجرد مجموعة مجرمين، دول عيلة مترابطة من أيام الثانوية والثقة بينهم قوية جدا. اختراقهم مش سهل لكنه مش مستحيل. جمو بياخد هوية جديدة باسم سيونج هو وبيقول له إن سيونج هو ابن عمي شاب مات من فترة، وتشو بيتكفل بتظبيط كل التفاصيل مع أهل الولد عشان الهوية الجديدة تبقى مقنعة. فبيقدم أجازة مرضية طويلة لجمو وبيكتبوا إن السبب مرض الرب، وبيعرف إن مكونات المخدر بتيجي من الصين والتوزيع بيتكفل بيه يابانيين. هدفه مش بيثبت إن غيتشول هو العقل المدبر، لكن كمان بيكتشف إن الشبكة اللي بتوصل بين الصين واليابان وكوريا في الجريمة دي. في الأول مش بيكون عندهم خطة واضحة إزاي يدخل جوه العصابة، بس جومو بيقول لهم إنه هيتصرف بطريقته. فبيروح لمطعم معروف إن غوتشل ورجالته بيتعشوا فيه دايما ويقعد على ترابيزة لوحده. ولما الجرسون بيسأله عايز إيه بيقول له عايز أقابل غوتشل صاحب المكان. فالجرسون بيروح ينادي 2 من رجالة غوتشل وبيقول لهم على اللي حصل. بيروحوا لجونمو وبيطلبوا منه يقوم يمشي وبيبدأوا يستخدموا معاه العنف، لكن المفاجأة إن جونمو هو اللي بيستخدم العنف معاهم. بعد اللي حصل في المطعم الموضوع بيوصل لريتشول وبيعرف ان في واحد عامل دوشه هناك وبيطلب يقابله، وان الرجاله كتير من العصابه مش قادرين يتصرفوا معاه. ساعتها ريتشول بيروح له وبيقعد معاه على نفس الترابيزه وبيساله عايز ايه. جومو بيحط ايده على الترابيزه وهو لابس ساعه تايهو، ولما ريتشول بيشوف الساعه بيترعب. بيساله انت مين؟ جومو بيرد بكل هدوء انه ابن عم تايهو. ساعتها الجو بيتغير وكلهم بيبداوا يتعاملوا معاه باحترام. جومو بيقول له انه عايز يعرف مين اللي قتل تايهو عشان ياخد حقه، بس ريتشول بيرد انهم لسه بيدوروا على القاتل لانه هرب. جومو بيتعصب وبيقول لهم انهم مش رجاله لان صاحبهم مات وهم حتى ما حاولوش يجيبوا اللي قتله، وكل همهم العشاء في مطعم فخم. وبيقوم يمشي كانه زعلان. ريتشول بيديله الكارت بتاعه وبيقول له انه مستنيه عايز يقابله في موضوع مهم. ريتشول بعدها بيروح يقابل ابو تايهو بيساله عن ابن عم تايهو، وابوه بياكد له القصه اللي جومو قالها واللي طبعا كلها متظبطه من الشرطه. تاني يوم جومو بيروح على الشركة اللي ريتشول عاملها كواجهة للعصابة وبيلاقيهم كلهم مستنيينه. فبيقعد مع ريتشول اللي بيقول له انه عارف انه جاي يستغل قرابته من تايهو عشان ياخد فلوس، بس جومو بيرمي الفلوس في وشه وبيقول له ان الفلوس مش همه وانه جاي ينتقم لقريبه. بيحاول يخرج بس ريتشول بيأمر 3 من رجالته يكسروا له عظمه عشان يعرف ازاي يحترمه، بس رغم انهم 3 جومو كان اقوى منهم وبيخلص على 2 والتالت بيمسك طفاية سجاير ويهجم عليه لحد اما ريتشول نفسه بيطلب منه يوقف. جومو بيقول له انه مش قادر يبص في وشهم لانه بيحس بالعار ان تايهو كان شايفهم صحابه. في الوقت ده واحد من رجاله ريتشول بيروح لرجاله كانج، ورغم العداوه بيعرض عليهم صفقه يرجعوه بيها للسلطه تاني، وبيقول لهم يتعاونوا ويروحوا سوا لسونج ويطلب منهم انه يساعدهم يخلصوا من ريتشول وياخد مكانه. تاني يوم رجالة كانج بيروحوا لسونج وبيقولوا انه معاهم هونج اللي المفروض من رجالة ريتشول، وعرضوا عليه يدوله ضعف الفلوس اللي بياخدها من ريتشول لو رجعهم زعماء تاني. سونج بيوافق. في نفس الليلة ريتشول بيتصل ببارك وبيقول له يقابله وبيبعت له عنوان. جومو بيروح هناك بيقابل ريتشول بيقول له انه عايزه ينضم للعصابة. ساعتها بيظهر ان هونج جاب رجالة للمكان وبيقول ان هم اللي قتلوا تايهو. فجأة الباب المكان بيتقفل والرجالة بيفهموا ان هونج خانهم. بيقرروا يهجموا على كونج، لكن جومو غصب عنه بيدافع عنه وبيضحي بنفسه كأنه بيحميه. رجالة ريتشول بيوصلوا وبيهجموا على رجالة كانج وبيكسروا رجل قائده من اللي اتخان. بعدين ريتشول بيعترف لجومو انه جابه عشان يشوف بنفسه قوته وانه محتاجه معاه. بيتصل بهونج وبيقول له ان خلاص غدر بيه ومش هيبعت له فلوس تاني وبيقفل السكه. سونج بيتعصب جدا وبيأمر الرجاله انهم يجيبوا له جونج حالا. ريتشول بيروح لجومو بيقول له ان المكان اللي هم فيه اتسمى باسم تايهو عشان يخلدوا ذكراه، وبيأكد لهم انهم بيحترموا صاحبهم. بعد كده بيطلب من جومو ينضم للعصابه رسمي
وبيكتشف جونمو إن اللي قتل كانج هو اللي قتل تايهو، وإن ريتشول قتله بنفسه، يعني ريتشول خد له الحق من بدري. جونمو بينضم للعصابة أخيرا، لكن بيبقى فرد زي أي حد، يعمل دوريات في المدينة ويتابع أحوالها، وبيبقى الموضوع ممل ومفيش أي تقدم في القضية. في نفس الوقت إيه جونج مرات جونمو بتعرف من شغله إنه مصاب بالربو، ولأنها في سيول وهو المفروض في الأرياف بتشك فيه وبتبعت له رسالة تطلب تشوفه. جونمو بيقابلها بالليل من ورا ريتشول وبيقول لها إنه جاسوس في قضية مخدرات كبيرة وما كانش ينفع يعرفها، لكن فجأة ريتشول بيظهر وجونمو بيترعب، لكنه بيقول إن إيه جونج صاحبته من ابتدائي وكان لازم يشوفها. ريتشول بيقول إنه فعلا كان بيدور عليها، ونعرف إنهم كانوا زمايل في ثانوي. المفاجأة إن إيه جونج دلوقتي مساعدة محقق في قسم الأمن في سيول، وده خبر بيرعب ريتشول لأنها شرطية. بيستأذن وبيمشي وبياخد جونمو معاه. الكل في العصابة بيبدأوا يشكوا في جونمو بعد اللي حصل، لكن بيقول لهم إن أبوه كان مدمن وإيه جونج هي اللي ساعدته أيام القضية، عشان كده علاقتهم مستمرة. ريتشول مش بياخد أي إجراء ضد جونمو وبيطلب منه يسوق العربية ويوصلهم للشركة. جونمو بيلفت نظره إن ريتشول لابس نفس السلسلة اللي مراته كانت محتفظة بيها، وبيبدأ يحس إنه اتضحك عليه وإن في حاجة مش مفهومة بين مراته وريتشول. بعد كده بنعرف إن إيه جونج فعلا كانت معجبة بريتشول أيام المدرسة، وكان في علاقة شبه رسمية بينهم. أما والدة إيه جونج فكانت بتتريق على إنها مريضة بالسرطان، وسألتها عن جونمو وقالت لها إنه مشغول في شغله. في الوقت ده ريتشول بيبعت لمرشد بيشتغل معاه وبيطلب منه معلومات عن جونمو باسمه المزيف، وكمان إيه جونج عشان يعرف بالظبط هم مين. جونمو بيتصل على مراته وبيسألها هل هي كانت قريبة من ريتشول، فبترد عليه إنهم كانوا زمايل وبس. جونمو بيقفل معاها ويطمنها عليه بعدين، بس هي بتتعصب على سيوك وتشو وبتقول لهم إن هم ورطوه في قضية كبيرة. في اللحظة اللي بيحس فيها جونمو إن ريتشول بيشك فيه بيجز على المفتاح في إيده وبيبقى مستعد يخلص عليه، بس بيتفاجئ إن ريتشول بيوريله صورة جوز إي جونج واللي المفروض يكون هو، وبيسأله هو ده جوزها؟ فبارك بيرد عليه بهدوء طبعا، وبيحاول يسيطر على أعصابه لأنه عارف إن ده كلام عن مراته. وقتها بيطمن ريتشول إنه مش الجاسوس وبيقرر يديه الأمان. بعدها جونمو بيكون في دورية عادية، لكن بيلاحظ عربية ماشية جنبه ومليانة ناس مقنعين، وفجأة بيتحركوا بسرعة ناحية مقر الشركة، وبيكتشف جونمو إن دول رجالة سونج جايين يقتلوه، فبيتوجه على طول للمقر وبيخلي ريتشول يهرب قبل ما يوصلوا. ولما بيقتحموا المكان جونمو بيقف قدامهم بكل شجاعة وبيقول لهم إن هو ريتشول، وبيتضرب جامد على دماغه لدرجة إنه بينزف، بس ريتشول بيجيب له دكتور خاص عشان يعالجه. ريتشول بعدها بيقول لجونمو إن سونج مش هيرتاح غير لما يخلص عليه، وعشان كده بيقرر إن جونمو يعيش في الأوضة اللي جنبه عشان يحميه. بس ريتشول بيرفض إن سيهو اللي يعمل ده، وبيقول إنه عايز جونمو لأنه بيشوف فيه ولاء حقيقي. من اللحظة دي جونمو بيبدأ ياخد مكانة مهمة عند ريتشول، وبيوصل له أوضته الجديدة اللي جنب مكتب ريتشول، وهناك ريتشول بيطلب منه يقرب ويوصله أكتر لأي معلومات عن جوز إيه جونج، وبيقول له غير إنه فاشل وشغال في الريف تعرف عنه إيه. فجونمو بيكتم غضبه وبيقول له معرفش أي حاجة عن المغفل ده. وبنعرف إن ريتشول بيتصل بابوه اللي هو زعيم عصابة كبيرة وبيطلب منه يخلص على سونج، وفعلا سونج بيموت. بعد كده إيه جونج بتتصل بريتشول وبتطلب تقابله، وفعلا بيروح يقابلها وبيطلب من جونمو يوصله، وهناك بيقابل سيوك وبيعرف منه إن إيه جونج بتساعد الشرطة، وده بيضايق جونمو جدا لأنه كان فاكر إنهم متفقين على حاجة تانية. وسيوك بيعتذر له، لكن جونمو بيمشي متضايق من اللي حصل. فأي جونج بتقعد مع ريتشول وبتفكره بأيام المدرسة وبتوريه صورة قديمة كانت محتفظة بيها، وبنعرف إن المكان اللي قاعدين فيه ده هو أول مكان اتقابلوا فيه زمان. وبعدين إيه جونج بتركب مع جونمو وريتشول وبتقول له إنها مطلقة، فجونمو بيسمع الكلام ده وبيتفاجئ، بس هو ما بيتكلمش. تاني يوم ريتشول بيجيب لجونمو بدلة سودا وبيقول له إن مامة إيه جونج ماتت ولازم يروح العزا. ولما بيروح جونمو بيطلب يستناه بره لأن الناس اللي جوه ممكن يعرفوه ويشوف مراته من بعيد، وبيودعها بالإشارة وبيرجع يطلب
يدخل الحمام، لكنه بدل ما يدخل بيقدم الاحترام لمامة اي جونج من بره، وبيبقى متأثر جدا لأنه كان بيعتبرها زي مامته. بعدها بيقعد ريتشول مع جونمو وبيسأله نفسك في ايه، فبارك بيقول له ابقى ناجح وغني زيك. فريتشول بيرد هخليك توصل لكده، بس تساعدني ان اقرب من اي جونج. فجونمو بيتصدم لكن بيضطر انه يوافق. بنعرف كمان ان في ناس عايزين يقلبوا على ريتشول وياخدوا مكانه، وبيحاولوا يجمعوا رجاله ويحرضوهم عليه. وفي مناسبه بيخرج فيها ريتشول دايما للصيد مع باي وهونج. هونج بيعتذر عشان مراته بتولد، فباي بيحاول يمنع ريتشول من انه يروح مع بارك لوحدهم، لكن ريتشول بيرفض، بيصر ان هو هيروح مع جون. في الطريق باي بيتصل ويقول انه عدل عربيته اتقطع، فريتشول بيقرر يكمل مع جونمو لوحده. وفجأة بيطلع عليهم 3 عربيات مليانة رجالة وبيبدأوا يهاجموهم، وبيكون ريتشول على وشك الموت، بس جونمو بياخد المسدس وبينقذه ويفضل يقتل في كل اللي بيقرب منه لحد ما بيوصل سالسيو وينقذهم وياخدهم على المستشفى. جونمو بيعمل عملية خطيرة وريتشول قلقان جدا عليه، وبنعرف ان في خاين كان عارف بمكان الصيد. ريتشول بيشك في باي وسيو بيبدأ يحقق معاه ويكتشف ان فعلا في قطع متعمد في العربية، وهونج ما كانش بيكذب. ولما جونمو بيفوق ريتشول بيبقى فرحان جدا وبيقول له انه من اللحظة دي بقى اقرب الناس ليه. بعدها ريتشول بيستلم مكالمة من ابوه الروحي الياباني اللي مسؤول عن شحنة مخدرات كانت المفروض توصل يوم الصيد، ولما ما حصلش التسليم بيبقى في عقوبة مستنية. ريتشول بيقدم جونمو للعصابة وبيقول انه من النهاردة هيبقى ايده اليمين، وبيكشف عن الخاين اللي كان بينهم، وبيطلع اسمه وكان بيخطط ببيع المخدر لنفسه، وبيتعاقب قدام الكل. وجونمو ما بيستحملش يشوفه بيتعذب، فبياخد مضرب وبيضربه لحد ما يخلص عليه. وفي اللحظة دي الشرطة الصينية بتوصل ليون اللي كانت بتحضر المخدر لريتشول، وبتنزل منشور انها مطلوبة. وفي الاخر اي جونج بترجع بيتها وبتلاقي جونمو اللي قدر ياخد اذن ويروح لها، فبتحضنه وبيقعد يحكي لها على كل اللي حصل، وبيعتذر لها لانه ما كانش جنبها وقت موت مامتها، وبتقوله انها مش زعلانة منه، ويبقى واضح انها مسامحاه. بعدها بيجيله تكليف جديد يدور على يون ويعرف مكانها. في نفس الوقت بيكون جونمو رايح يستقبل شخصية مهمة في المطار، وبتطلع بنت اسمها لي صينية، نعرف انها بنت الراجل اللي بيورد لريتشارد مكونات المخدرات. جونمو بيوصلها وبيلاحظ انها داخله بجواز سفر مزور ولابسه باروكه عشان محدش يعرفها، وبتقلها اول ما تقرب من الفندق. معاها حارس شخصي ما بيسيبهاش لحظه. بالصدفه جونمو بيشوف في الفندق نفس اليابانيين اللي مسؤولين عن توزيع المخدر، وبيعرف ان في صفقه هتتم هناك. وفعلا بيظهر ريتشول وبيقول لجونمو ان من النهارده هيحضر معاه كل الصفقات الكبيره. ريتشول بيروح يقعد مع لي لوحدهم ويديها شنطه مليانه فلوس، وفي نفس الوقت بيتزرع اجهزه تصنت في المكان عشان يقدروا يسجلوا اي حاجه تحصل الايام اللي جايه ويجمعوا ادله ضد ريتشول. وفي الشرطه بيظهر محقق اسمه مينجيو عنيد ودماغه ناشفه وعنده شك كبير في ريتشول، بيحاول يراقبه ويوصل للناس اللي بيشتغلوا معاه. بيحصل اجتماع بين ريتشول والصينيين واليابانيين، بس المفاوضات ما بتمشيش كويس. اليابانيين بيفكروا يخرجوا ريتشول من المعادله ويتعاملوا مع الصينيين مباشر. السبب في كده ان والد ريتشول اللي الياباني هو اللي عايز يوقعه، لكن لي بتقول انها تستشير والدها الاول. مينجو بيحاول يقتحم المكان اللي فيه الاجتماع عشان يعرف ريتشول بيتكلم مع مين، لكن جونمو بيمنعه، بيحاول يشتته لحد ما ريتشول يخرج. وقتها مينجو بيتعصب وبيضرب جونمو، لكن جونمو خلاص زهق منه فبيرد عليه. الشرطة الكورية بتتدخل وتبعدهم عن بعض وبتدي فرصة لجونمو انه ينسحب. ليه بتقول لجونمو ان هيتحاسب قانونيا على اللي عمله، لكنه بيرد عليها انه كان بيحميها لانها دخلت بجواز مزور وكان ممكن تتقبض عليها، فبتشكره وبتخلي حارسها الشخصي يعالج جرحه، وبتوصف له انه راجل وفي ويستاهل الدعم. بعد كده ليه بتدي فرصة تانية لريتشول وبتقول له انها ممكن تفكر ترجع تشتغل معاه. الوضع بيتعقد اكتر لما مينجي يروح لمقر العصابة ويدخل عليهم يكسر الباب ويمسك رجالة ريتشول ويفرغ عليه غضبه. الخبر بيوصل لريتشول وبيحتار يعمل ايه، لكن جونمو بيقول له انه هيسلم نفسه. ريتشول بيحاول يمنعه بس جونمو بيصر وبيقول له انه لو خرج بالسلامة يبقى عايز بس يشاركه في الصفقة الكبيرة. ريتشول بيوافق وجونمو بيسيبهم ويمشي. جونمو بيتسجن ومينجو بيحاول يخليه يعترف بأي حاجة ضد
غيتشول، لكن جونمو بيرفض وبيقول له إنه لو عايز يثبت حاجة يروح يخبط دماغه في أكبر حيطة. مينجو بيفقد أعصابه وبيضرب جونمو بشكل عنيف، بس مساعده بيدخل وبيبعده. بعدها المدعي العام تشو بيدخل وبيقول إن ده اعتداء وهيبقى فيه مشكلة كبيرة بسبب اللي حصل. تشو بيستغل الموقف وبيخرج جونمو من السجن من غير ما يكشف أي حاجة عن المهمة السرية. أول ما بيخرج بيلاقي سيو مستنيه بعلاج وأكل، وبيعرف إن اللي حصل لوشه هو السبب في خروجه بعد ما وقع على تعهد إنه ما ينفعش قضية اعتداء. ريتشول وقتها بيبقى شايف إن بارك إنه أقرب الناس ليه وبيثق فيه جدا، بس في نفس الوقت بيبدأ يشك فيه لأنه شايفه بيخرج من كل ورطة كأنه محمي من الشرطة. ريتشول بيطلب من جومو إنه يقابل ليه عشان يشوف لو ممكن العلاقات ترجع، وفعلا بيتصل بيها بعد ما وشه يتحسن وبيقول لها إنه عايز ياخدها بجولة سياحية. ليه بتوافق لأول مرة تخرج من غير حارسها الشخصي وبتقضي اليوم معاه. أول ما جومو بيحاول يفتح معاها موضوع الصفقة بتتضايق وبيفهم إنها مش عايزة تربط علاقتها بيه بالشغل، وبيعرف إن الطريق صعب. في الوقت ده ريتشول بيكتشف إن جونغ بي صاحبه كان بيبيع المخدرات من وراه وبيسرق من أرباح. جونغ بي بيقول له إنه كان حاسس إنه أقل من الكل وعايز يثبت نفسه، فريتشول بيقول له إنه مش زعلان من البيع قد ما هو زعلان من الكذب، وبيطلب منه إنه يختفي من حياته. بس قبل ما جونغ بي بيمشي بيقول له إن جونمو اللي معتمد عليه هو أصلا جاسوس، وفي يوم هيتصدم لما يعرف الحقيقة وبيسيبه ويمشي. ريتشول بيتصدم بعد ما بيقول له إن جونمو جاسوس وبيبقى مش قادر يثق في أي حد. بياخده ويدخل بيه الأسانسير، لكن بيفاجئ إن سيو طالع معاهم، وساعتها بيواجهوا بيه وبيقول له إنه تحمل طريقته سنين لكن دلوقتي بعد ما خانهم لازم يتعاقب. بيبدأ يضرب فيه وبيكسر له إيده وبيعوره في وشه بحتة إزاز، وبيقول له إنه مش عايز يشوف وشه تاني لأنه بيكره الخاينين. بعدها جونمو بيقعد مع ريتشول وبيقول له إن ليه كلمته وعايزة تقابله، وبيطلب منه يديله الإذن يتفاوض معاها وهو هيقدر يحل كل المشاكل. ريتشول بيتردد مش فاهم إيه اللي مخلي جونمو متحمس بالشكل ده، لكن جونمو بيفكره إنه قال له قبل كده إنه عايز يبقى زيه، ودي فرصته الوحيدة إنه يثبت إنه يقدر يكون راجل يعتمد عليه. تاني يوم جونمو بيصحى من النوم على صوت غريب في الشركة، وبيلاقي ريتشول بينظف المكان بنفسه. لما بيحاول يساعده بيمنعه وبيقول له إنه النهارده مش هيشتغل، وبيديله بدلة شيك وبيقول له إنه هيعتمد عليه في موضوع ليه. وبيبين ان ليه مش رايحه اجتماع شغل لكن طالعه معاه في ديت مع جونمو، وهما الاتنين هيستخدموا المشاعر دي لخدمه الشغل. في نفس الوقت اي جونغ بتكون مع ريتشول وبنكتشف انه طلب منها كمان يخرجوا سوا. ليه بتفضل تتمشى مع جونمو في الاحياء الشعبيه وبيخليها تجرب اكلات والعاب مش موجوده في الصين، وجونمو بيلاحظ ان جواها بنت صغيره حياتها كلها مجبره تعيشها عشان باباها. بعد الغداء ليه بتفتح موضوع الشغل وبتعرض على جونمو صفقة تزود الكمية اللي بتوردها لهم الضعف مع زيادة بسيطة في السعر. جونمو بيخاف من حجم العملية وبيقترح يرجع لريتشول، لكن ليه بتقوله إنه عايزاه هو ياخد القرار، وبتعترف له إنها مدخلة المشاعر في الشغل علشانه، وبتطلب منه يبدأوا شغل مع بعض فورا. في الجهة التانية إي جونغ بتعترف لريتشول إنها بتحبه وكانت بتستغل موضوع القضية عشان تفضل تقرب منه. جونمو بيوافق على الصفقة مع لي، وبتطلب من حارسها يبلغ أبوها إنهم هيكملوا شغل مع ريتشول على مسؤوليتها. لكن المرة دي الاتفاق مع جونمو. بيرجع ريتشول مع إيجو للشركة وبيعلن إنها مراته المستقبلية والكل لازم يحترمها، لكن جونمو عشان يثبت حبه ليه بيضطر يسلم نفسه ليها، وده بيخليه يبعد عن ولائه لإيجون. فجأة بيدخل الحارس الشخصي ليه وبيقول لها إن أبوها أمر رجالة يقتلوا ريتشول ورجالته، وبتقول له إن ده في صالح جونمو لأنه لو ريتشول مات هو هيبقى مكانه. جونمو بيجري على الشركة وبيبلغ بيه، واللي بيأكد إنه في تجمع للرجالة جوه. بيبدأ الهجوم والرجالة بيقتحموا المكان بسكاكين وبيقتلوا أي حد قدامهم. إيه جونج بتكون جوه مع ريتشول فبياخدها على أوضة وبيقفلها عليها عشان يحميها، وفي وسط المعركة جونمو بيوصل وبيبقى في حالة هستيريا، بيشوف الدم في كل مكان وبيفقد أعصابه، بياخد سكينة وبيقتل أي حد يقف قدامه،
وبيعد 1 لحد ما يموت. جونج بتشوف المنظر وبتتصدم، مش قادرة تصدق اللي جونمو تحول ليه بتيجي بعدها وبتقول إن المكان محتاج يتنضف، وبتقول لجونمو إنها أول مرة تعصي أوامر باباها وقررت تسيبهم عايشين، وبتطلب من غيتشول ما يغلطش تاني. الليلة دي بتبقى صعبة على جونمو، جونج مش قادرة تستوعب اللي حصل. غيتشول بيقعد معاها وبيقول لها إنه آسف وإنه عارف إنه حياته كلها خطر، لكنه وعدها إنه هيحاول يتغير ويطلب منها تستناه لحد ما يرجع نظيف، وهي بتسامحه. جونمو بيروح مع ليه عشان يقابل الراجل الياباني اللي مسؤول عن التوزيع، وبتحاول ليه تستخدم نفوذها عشان تخلي جونمو هو المسؤول بدل غيتشول. وفعلا الراجل الياباني بيطلب من جونمو يكون البديل بشرط يقطع صباع من صوابعه كدليل على الولاء. قبل ما جونمو يوافق، مساعد الراجل الياباني بيغدر بيه وبيقتله، وبيكون متفق مع غيتشول من الأول، وده كان جزء من خطتهم عشان يرجعوا أقوى. وفي النهاية غيتشول وجونمو بيقعدوا يشربوا سوا، وغيتشول بيقوله إنه فخور بيه وإنه قرر يتوب ويبعد عن الشغل الغير قانوني، وبيعلن إنه هيخلي جونمو هو المسؤول من بعده. جونمو لما عرف إن غيتشول ناوي يسيب كل حاجة عشان جونج اتصدم وقال له إن هي ظابطة وإنه ما ينفعش يرمي كل اللي بناه علشانها، بس غيتشول أكد له إن القرار ده خلاص نهائي وإنه خلاص اختار الطريق اللي هو عايز يمشيه. في نفس الوقت كان في عملية تسليم شحنة مخدرات كبيرة، وغيتشول قرر يعملها عشان تبقى آخر عملية ليه قبل ما يسيب كل حاجة ويتجوز جونج. جونمو كان معاه وضمن له الأمان، لكن اللي محدش كان متوقعه إن جونج باي اللي اختفى لفترة رجع للشركة، وكان عارف الرقم السري لأوضة غيتشول ورجع عشان ينتقم. جونج كانت قلقانة جدا، خصوصا بعد ما غيتشول كلمها وقال لها إنه عايز يتجوزها وإنه اشترى البيت اللي هيعيشوا فيه، لكن قال لها كمان إن العملية دي لازم تتعمل. حاولت تمنعه لكنه رفض وقال لها إنها الفرصة الأخيرة. غيتشول وجونمو استلموا الشحنة، وعشان يقللوا الخطر رموا جزء منها في البحر وراحوا على المينا عشان يسلموا الباقي للعصابة اليابانية. بس الشرطة كانت مستنياهم هناك. فجأة عربية نقل كبيرة خبطت عربيتهم، وطلع اللي سايقها هو جونج باي، وكان ناوي يتأكد إنهم ماتوا وخد المخدرات ومشي. بس الحقيقة إنهم ما ماتوش، لكن العربية بدأت تسرب بنزين وكانت هتنفجر. غيتشول قدر ينقذ جونمو وطلعوا بالعافية. بعدها هم وصل وخدهم بالعربية. بعد ما رجعوا للشركة، غيتشول شك في جونج باي وبدأ يدور عليه هو في كل مكان. في نفس الوقت العصابة اليابانية بدأت تضغط على غيتشول بسبب تأخيره في التسليم. جونمو بدأ يحس بالذنب، خصوصا مع لي اللي كانت بتقف جنبه وبتحبه بصدق في الوقت اللي هو بيخدعها وبيستخدمها في خطته. ولما وصلها لعربيتها ما قدرش يتحمل الإحساس ده، وطلب منها ترجع على الصين وتستناه هناك، بس هي رفضت وقالت له إنها هتستناه إنهم هيرجعوا سوا يتقدموا لباباها. في الخلفية المحقق مينجو كان لسه بيقرب من الحقيقة وبدأ يشك في جونمو كمان، خصوصا إن المفروض يبقى جوز جونج راح لمكان شغله، وجونمو قابل المحقق بشخصية مزيفة وقال له يبطل يدور ورا مراته ويمشي. لكن سيو كان بيراقب الموقف وبدأ يشك في كل حاجة، خصوصا لما حد من الرجالة قال له إنه شاف الشخص ده قبل كده في فندق وكان لابس كاب وكان متوتر. سيو راح للفندق وقابل الموظفة هناك وخدها بالعربية وهددها وسألها هل هي بتتعاون مع الشرطة، واعترفت إنها فعلا بتساعد شرطي اسمه جونمو عشان يراقب الزبائن هناك. طلب منها تتصل بيه وتطلب منه يجي، وفي نفس اللحظة سيك اتصل بجونمو وقال له يجي فورا وبعت له العنوان على الفندق. غيتشول كان قاعد مع جونج وجاله تليفون إن باي رجع الشركة، فسابها وجري على هناك. سيوك لما راح الفندق لقاه ضلمة، ولما حاول يخرج الباب كان مقفول، وسيو ظهر وراه وبدأ يسأله عن حقيقته. سيوك حاول يتماسك لكنه اتكشف، وسيو طلع سكينة وهجم عليه. في نفس الوقت غيتشول وصل الشركة ولقى باي قاعد واثق من نفسه وسط الرجالة وكان معاه أما جونمو فلما وصل الفندق الراجل اللي كان بره قال له إن اللي جوه شرطي واسمه جونمو، ففهم إن سيوك اتكشف وطلب من الراجل يبعد لأنه هتحصل مجزرة. دخل جونمو لقى سيوك مربوط ومضروب، وسيو كان واقف وراه وقال له إن سيوك شرطي وكان متخفي
على إنه هو جوز إيه جونج، وسيو كان شاكك في جونمو وطلب منه يثبت ولاءه ويقتل سيو بنفسه، لكن جونمو قال له إنه كده هيجره لمشكلة أكبر مع الشرطة وإنه مش سهل يتصرف كده من غير حساب. سيو في اللحظة دي بيطلع مسدس وبيوجهه لجونمو وبيقول له إنه لو ما طعنش سيوك هيقتله، فجونمو بيتوتر جدا وبيقول له إنه مش خاين وإنه ملوش علاقة بأي حاجة، لكن سيو بيحول المسدس ناحية سيو وبيقول له يبقى الشرطي ده ملوش لازمة وبيضربه في صدره. جونمو بينهار وبيجري على سيو وبيضربه بكل قوته لحد ما الشرطة بتدخل المكان وبتقبض على سيو، وجونمو بيروح لسيوك عشان يطمن عليه، لكن سيو بيبص له وبيقول له إنه بيموت وبيوصيه. في الوقت ده بيكون جونج باي معاه أوراق ومستندات تثبت إن ريتشل كان ناوي يسيب العصابة ويستخدمها عشان يقلب رجالته ضده، وبيخلوه بالنسبة لهم مش زعيم خلاص لأنه خانهم. هونج بيروح لريتشل وبيقول له إن كلام جونج باي طلع حقيقي، وساعتها بيدخل المحقق مينجيو وبيعلن إن باي وأو سلموا المخدرات للمينا وبيعرفوا إنهم جواسيس، وكل ده يخص ريتشل وبيقرروا يسلموه. وفعلا مينجيو بيقبض عليه. إيه جونج بتكون شايفة اللي بيحصل ومش قادرة تعمل حاجة. جونمو بيعرف إن المهمة فشلت وبيركب عربيته بسرعة وبيركب حزام الأمان وبيقرر يلحق بعربية مينجيو وبيخبطها بعنف وبينقذ ريتشل وبياخده معاه عشان يعالجه ويستخبى. تاني يوم بيتصل بتشو بيسأله عن سيوك فبيعرف منه إنه حالته اتحسنت وخرج من العمليات. ريتشل بيشكر جونمو وبيقول له إنه حياته كانت خلصت خلاص، لكن جونمو بيأكد له إنهم لسه يقدروا يرجعوا المخدرات ويصلحوا كل حاجة. بعدها بنعرف إن للأسف سيوك مات، وإيجونج مش بتصدق، ولما بتقول لتشو إن المهمة كانت خطيرة بيرد عليها ببرود إن كل مهمة ليها تمن وبيطلب منها ما تبلغش جونمو عشان المهمة ما تبصش. بي وهونج وأو بيروحوا ليه وبيقولوا لها إن ريتشل خلاص خرج من اللعبة ودلوقتي هم المسؤولين، وبيطلبوا منها تثق فيهم وتسلمهم المخدرات اللي رجعوها من مينجو. وبنعرف إن ليه عملت كده علشان جونمو كان طلب مساعدتها في القضاء على باي فقررت تساعده. مساعد مينجيو بيروح لسيوك وبيلاقي عنده ملفات تثبت ان جونمو ضابط متخفي ومتجوز اي جونج وان كل ده كان جزء من مهمة سرية. بيروح يبلغ مينجيو اللي بدوره بيواجه ليه باللي حصل، فبتفكر شوية وتتصل بجونمو بتسأله ليه كان طيب معاها وهل ده كان تمثيل. جونمو بيفهم ان امره اتكشف. بعد شوية بتخرج ليه لمينجيو اللي كان قاعد بياكل وبتطعنه بسكينة وبتقتله وبتقول له انها كانت بتحاول تحمي شخص غالي عليها ولسه بتحب جونمو. الحارس الشخصي بتاعها بيقول لها تهرب لان الصين ما بقتش امان وهو يغطي عليها، وفعلا بتهرب. بعد كده باي وهونج وأو بيسلموا المخدرات والشرطة بتكون متبعة كل حاجة، وجونمو مع ريتشل في العربية مستنيين اللحظة المناسبة للهجوم، بس جونمو بيطلع مسدسه وبيقول له ما يتحرك وبيقول له ان كل الفرص كانت قدامه عشان يبعد عن الإجرام لكنه اختار الطريق الغلط، وبيكشف عن هويته كظابط شرطة وبيكلبشه. بيروح جونمو للمكان اللي فيه الثلاثة الخاينين وفي ثواني الشرطة بتهجم وبتقبض على الكل، لكن بنعرف ان جونمو كان سايب مفتاح الكلبشات جنب ريتشل وفعلا بيهرب. الشرطة الصينية واليابانية بتقبض على الباقي المتورطين وليه بتهرب بهوية جديدة لكنها بتبقى حاسة ان حكايتها مع جونمو لسه مخلصتش. لما المهمة بتخلص اي جونج بتاخد بارك يزور قبر سيوك وبتحاول تهديه، لكن جونمو بيكون متغير جدا، ولما بيرجعوا البيت بيلاقوا ريتشل مستنيهم ومعاه مسدس وبيقول لهم ان الراجل اللي كان فاكر انه اخوه طلع شرطي وان حبيبته طلعت بتضحك عليه، وبيقول ان ضحى بكل حاجة عشانهم لكنه مش هيقتلهم، هيخليهم يعيشوا باحساس ذنب مميت. ريتشل بيحاول يقتل نفسه لكن جونمو بيتدخل وبيضربه هو بنفسه في صدره وبيبلغ الشرطة انه قبض على ريتشل بعد ما مات. بعد فترة بيتكرم جونمو واي جونج وسيوك بيتكرم بعد موته ومراته هي اللي بتستلم التكريم. شو بيحاول يسلم على جونمو لكنه بيتجاهله وبيروح يحيي سيو وبيمشي من غير ما يستنى اي جونج. في اخر حاجة بيروح جونمو لقبر ريتشل وبيشرب نص سجارة وبيسيب النص التاني عن قبر وبيقلع خاتم الجواز وبيسيبه هو كمان لانه بقى مقتنع ان اي جونج بتحب ريتشل مش هو، وان رغم ان
نعيد شو المجرم، لكنه كان صديقه الوحيد والوحيد اللي فعلا استمتع بوقته معاه، ويمكن لو كانوا اتقابلوا في ظروف تانية كانوا بقى أعز أصحاب. المسلسل ده كتبته سهيل محمد وسجلته سهيل محمد برضه، ومنتجه إبراهيم توكل. لو بتحبوا ملخصات الهندي تقدروا تشوفوها على قناة باكو أفلام، وتقدروا كمان تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش بقى تدخلوا جروب الفيسبوك عشان بنتناقش وبننزل فيه كل ما يخص الكدراما. أنيو.